عجينة قطنية 100% بدون لبن ولا زبادي، البيتزا الاقتصادية بتمط لآخر الشارع وهشة زي السحاب. تعالى أقولك سر البيتزا، ال10 دقايق وبمكونات كلها سهلة وبسيطة وسريعة، وهقولك على البدايل اللي تقدري تعملي منها لو مش عندك المكون ده. تعالي بينا يلا نشوف الوصفة. دلوقتي معانا كيس خميرة فورية، هنحط معاه معلقة كبيرة من السكر ومع ميه دافيه، هنسيبها لحد ما تخمر عشان نشوف الخميره نشطه ولا لا، وهنسيبها. وهقول لكم بقى عن بقيه المقادير. معانا 3 كوبايات دي، 3 كوبايات دول هيعملوا لك بيتزتين كبار. انت بقى عايزه البيتزا صغيره هترمي معاكي، لكن هي حلوه قوي 3 كوبايات من الدقيق. دلوقتي معانا رشه صغيره بيكنج باودر و3 معالق كبار من الزيت، هنقلبهم مع بعض جدا. وبعد كده هوريكم الخميره لما اتنشطت بصوا بقت عامله ازاي، هي رفعت جدا وفي البرطمان، وبصوا هي ما شاء الله عليها. هنقلبها كويس، وهتكوني عامله ميه دافيه عشان تلحق تتخمر معاكي بسرعه عشان ما تطولش معاكي. ولو وصلت لحد هنا تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناه. دلوقتي يا حبيبي بص انا قعدت اقلبها كده، وبعد كده نحط الميه دافيه ونقلب. وبعد ما تلميها هتعجنيها، هتفضلي تلمي فيها ال10 دقايق، لازم تعجني فيها لمده 10 دقايق علشان تدخلي فيها الهواء وتبقى طريه جدا معاكي. وفي بقى 3 تكات لازم اقولك عليهم. دلوقتي انتي الجبنه الموتزاريلا، انتي في ناس كتير جدا بيقولوا ان الجبنه الموتزاريلا بتنشف منهم، وانا اول واحده كنت بشتكي منهن. لما عرفت بقى السر هو ايه، ان انتي الجبنه الموتزاريلا ما تطلعهاش من الفريزر، وتشتغلي بيها، لازم تبقى درجه حراره الغرفه. دلوقتي معايا صلصه وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشويه زيت ومعلقتين كبار كاتشب. عندك زعتر حطي، ما عندكيش خلاص، انا ما كانش عندي زعتر وحطيت، وشويه زيت. وهنقلبهم في بعض. دي صلصه البيتزا. هنرجع بقى للنقطه اللي احنا كنا فيها دلوقتي. الجبنه الموتزاريلا يا بنات لازم تبقى بدرجه حراره الغرفه، لو لقيتيها ساقعه هتلاقيها مش بتمط معاكي. لازم الفرن يكون درجه حراره عاليه جدا، علشان ما لو طولت في العجينه لو طولت في الفرن هتنشف معاكي. تمام، هو ده السر اللي لازم تعرفيه. ودلوقتي بصوا انا بفردها في الصينيه، بتروح وبترجع معايا. هسيبها دلوقتي بتاع 3 4 دقايق كده تهدى شويه، وبعد كده هفردها بسهوله، هتتفرد معاكي زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى ايه الصلصه هنلمها كده بالعجينه، يعني نحطها في العجينه كده. وانا بس انا معايا جمبري، انا كان عندي ربع كيلو جمبري صغنن او اقل من ربع كيلو، فعملته ببصله وفلفل كده وسن التوم وكده. ماشي، وانا اهو الربع كيلو الجمبري هو كان اقل من ربع صغنن كده، حطيت عليه بصل وفلفل وتوم وشوحتهم في بعض عشان ايه، يعني ترمي معايا. انت بقى عندك خضار حطي، عندك تعمليها ميكس جبن حطي، لكن انا ايه حطيتها بصراحه كفت معايا الصينيتين اللي انا عملتهم. ودلوقتي انا حطيت جبنه موتزاريلا من تحت علشان الحشوه بتاعتي ما تطلعش بره، وبعد كده انا حطيتها بقى في الفرن، وقلت لما تتحمر من تحت هروح مشغله الشوايه فوق واحط الجبنه الموتزاريلا واحطها، بحيث ان الجبنه بس اللي تسيح وتعمل معاكي المطه دي، برده من ضمن الاسرار يا بنات. وبعد انت ما تحطي الصلصه هتسيبيها برده كده ايه بتاع 3 دقايق كده بس، لحد ما ايه تخمر حاجه بسيطه، عشان تبقى ايه جوسي معاكي وتبقى طريه جدا معاكي. والله كانت طريه جدا جدا وبتمط تحفه، بس عشان انا ما جيت صورت لكم في اول الفيديو كانت سخنه مولعه نار، بس والله 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 تحفه جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا حطيت الصلصه والجبنه الموتزاريلا، وبعد كده ايه الحشو فوق. تمام، هنحطها بقى في الفرن. هحطها في الفرن من مش شبق من تحت خالص، هتحطيها من تحت خالص لحد ما تستوي زي ما انتم شايفين. بعد ما استوت من تحت هرش عليها الجبنه موتزاريلا وعلى الشوايه دقيقه كده وهتطلع زي الفل. والف هنا وشفا على قلبكم.